ايه رأيك في القائد اللي دايما عنده إجابة لكل حاجة؟ هل ده معناه انه قوي ولا ممكن يكون العكس؟ فهد كان بيحاول يكون قائد مثالي، كل ما حد من فريقه يسأله سؤال كان بيجاوب فورا حتى لو مش متأكد 100%. لحد ما في يوم واحد من أعضاء الفريق سأله عن استراتيجية معينة، فهد جاوب بسرعة، لكن بعد فترة اكتشف ان المعلومات كانت غير دقيقة، وده سبب مشكلة. هالة خبيرة القيادة قالت له: يا فهد، القائد مش لازم يكون بيعرف كل حاجة، لكن لازم يعرف ازاي يسأل ويفكر ويشارك فريقه في البحث عن الحلول. ومن يومها فهد بدأ يتبنى عقلية الفضول، وبدأ يفكر، وبدل الادعاء بمعرفة كل شيء بقى يقول بكل ثقة مش متأكد. خلينا نبحث مع بعض ونتعلم. القائد الحقيقي مش اللي عنده كل الإجابات، القائد الحقيقي هو اللي بيعرف يسأل الأسئلة الصح. وانت بتتعامل ازاي مع الأسئلة الصعبة؟ بكرة معادنا مع حلقة جديدة من يوميات قائد عظيم.